السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وفي احسن الاحوال يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده. ومرحبا بكم في مطبخ ام حمدان. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله وصفه مغربيه بامتياز، الكرعين. وشكون اللي ما عزيزينش عليه الكرعين شي حاجه اللي كتجي رائعه. غادي ان شاء الله نشارك معكم الطبق ديال الكرعين بطريقه سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت كيجيو رائعين في المذاق ديالهم. الكرعين هادو اللي ذاقهم عندكم غادي يقول لكم عطيونا الوصفه، لانهم كيجيو رائعين في المذاق. شي حاجه اللي كتجي زوينه بزاف، مذاق الحلاوه مع الملوحه. شي حاجه كتجي رائعه. الا جربتوه ان شاء الله غادي تعتمدوا عندكم، لان المقادير ديالو سهله وبسيطه وكيجيو فنين. دوز الطريقه ومقادير. في المقادير ان شاء الله غادي نحتاج الكرعين. انا عندي هنا كراعه وحده قطعت على هذا الشكل هذا، ما غليظاش بزاف، خليت الجزار يقطعهم ليا شويه رقاق باش يطيبوا دغيا. غادي نحتاج 3 البصلات متوسطين اللي شلطتهم على هذا الشكل. غادي نحتاج ربطه ديال القزبر ومعدنوس على هذا الشكل مربوطه، 2 حبات ديال المطيشه اللي قشرتهم وقطعتهم صغار، و2 الريوس ديال الثومه. عندي زلافه ديال الحمص، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا. عندي ايبلي، تقدروا ديروا القمح اللي عنده القمح العادي كيتباع عند العطار تستعملوه. عندي هنا نص زلافه ديال الزبيب. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج معلقه عامره ديال السكينجبير، معلقه عامره ديال التحميره، معلقه عامره ديال الخرقوم، معلقه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال الابزار. وعندي هنا نص معلقه صغيره ديال الحار، كيبقى اختياري. عندي 3 تمرات، وعندي عود ديال القرفه. عندي الثومه، ولا تقدروا ديروا واحد 4 الريوس ديال الثومه اللي تحكوهم، انا هاد الثومه استعملتها معاكم. عندي معلقه تقريبا كبيره ديال السمن، وعندي الزعفران شعره، تقدروا ديروا ضامه ديال الزعفران حتى هي كتعطي نفس النتيجه. وكاس مخلط ما بين زيت عاديه وزيت الزيتون. ندوزو للطريقه. غادي ناخذ الكوكوط ديالي، غادي ندير فيها الكرعين اللي عندي. غادي نضيف عليهم البصله، تقدروا ديروا غير طنجره عاديه. لكنتو غادي طيبوهم، انا بالنسبه لي غنطيبهم فوق الفاخر وما عنديش طنجره كبيره، واستعملت هاد الكوكوطيه اللي عندي كبيره. غادي ندير الثومه والتمر والسمن والزعفران شعره، كلشي غادي نديرو دقه وحده. العطريه ديالي هاد المقادير ما غنشحرها ما حتى شي حاجه، كلشي غادي نديرو دقه وحده. غادي نضيف المقادير كلها مع بعضياتها. غادي نخلي غير الحمص والزبيب وايبلي، هذاك غادي نطيبو بوحدو. غادي نخلط الكوكوط ديالي على هذا الشكل هذا صافي، وغادي نضيف عليها الماء الكافي اللي يطيب لكم هاد الكرعين، واللي يطيب لكم ايبلي، حيت غادي نطيبو بوحدو هو دغيا كيطيب. غادي ناخذ من هاد الماء ديال هاد الكرعين هو اللي غنطيب به ايبلي صافي. وغادي ناخذ الطنجره ديالي فوق الفاخر، انا طيبته فوق الفاخر. غادي نحط الكرعين ديالي يطيبوا على هذا الشكل، غير نحس فيهم شويه بدا كيدخلهم الطياب. غادي ندير ليهم الحمص في هذه المرحله هذه. اللي كنتو غادي ديروا القمح العادي كيشد شويه الطياب، غديروه في شي كموسه وغادي تحطوه حتى هوايه مع الحمص. من يشدوا شويه الكرعين ريوسهم تحسوا بهم دخلهم الطياب، غادي تلوحوا فيهم الحمص وغتلوحوا فيهم القمح. انا بالنسبه لي غادي نطيب يبلي بوحدو. هذا الماء هذا ديال الكرعين غادي ناخذ منه وغادي نطيب داك ايبلي صافي. هنا كيما شفتوا راه بدا كيدخل الطياب لدوك الكرعين ديالي، تيجيو صراحه رائعين بخصوص على الفاخر.
هنايا تقريبا راه طابوا مزيان، ولكن باقي غادي نخليهم واحد شويه. غادي نحيد ليهم تقريبا هاد الماء هذا باش نطيب فيه. انا درت الماء من الاول حيت عارفه راسي غادي نطيب ايبلي فيه. نتوما غادي ديروا القياس اللي غادي يطيب لكم كرعين. واللي ما بغاتش طيبهم فوق الفاخر غادي تسدي الكوكوط ديالك وغادي تحطيها تقريبا مده ساعه على عافيه، ما تكونش مجهده بزاف مهيله. وغادي تقلبيها من تسدو الساعه، غادي تقلبي وتشوفي الا كان باقي خاصها طياب غترديها. كيف ما شفتو حيدت جزء من داك اللي غنطيب فيه القمح ديالي وحطيت الزبيب راكم عارفينو دغيا كيطيب. على ما تشحرت ليا ديك المريقه شفتو كيفاش كتجي خاطره، صاي تخليوها فوق العافيه حتى تختار ليكم على خاطرها. ونفس الشيء الا طيبتوه سديتو عليه في كوكوط على العافيه، نفس الشيء غادي ديروا. غير هو على الفاخر راه كيعطي واحد النكهه خاصه، كيجي صراحه رائع رائع. غادي تجربوا ان شاء الله هاد الكرعين بهاد الطريقه هذه. غادي تعجبكم بزاف لانه كيجيو صراحه بنينين. مذاق فيهم خيالي بداك الحلاوه الملوحه، مذاقات متناغمه مع بعضياتها. انا حطيت هنايا الطبيسيل ديالي، غادي ندير حطه عاديه تقليديه، ما بغيتش نحط القمح بوحدو والكرعين بوحدهم. انا حطيت القمح بحال هكا في الوسط، تيجي الشكل ديالهم هكا صراحه كيجيو رائعين. ان شاء الله الا جربتوهم بالطريقه اللي عطيتكم كيف ما قلت لكم ماشي ضروري ديروهم فوق الفاخر، ديروهم غير على البوطه وتسدوا عليهم في كوكوط ساعه تيكونوا واجدين. انا سبق لي وجدتهم في كوكوط كان زوينين، ولكن على الفاخر كيجيو كيعطيو بنه في بنه. وكانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. اشوفوا لي غير الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. واللي اول مره تزور القناه ما تنساش دير لي الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه ومع السلامه.